شنيخه معلكه بطريقه سهله، مقاديرها مضبوطه. الا ما كتصدقش معاك بشنيخه جربي هاد الطريقه هذه ان شاء الله غتولي تصدق معاك. سهله في خدمتها، دغيا كتخدميها ماشي بحال الشباكيه. دغيا خليكم معايا ندوزو المقادير. غنحتاجو لها 125 غرام ديال الزبده مذوبه، معلقه ديال النافع، معلقه ديال القرفه، معلقه صغار، شويه ديال الملحه، واحد ساشي د فانيلا، ومعلقه صغيره ديال الخميره الحلويات، جوج كيسان ديال الحليب اللي ما عامرينش، 3 المعالق الزهر ديال الماء زهر، 3 المعالق الزيت، و3 المعالق ديال الخل. غناخدو ماء زهر كنسخنوه شويه فوق العافيه، وكنضيفوا له شويه ديال الزعفران شعره وشويه ديال الخرقوم، وكنخليوه يذوب. من بعد كناخدو ديك الزبده ديالنا كنضيفوا لها داك الحليب ودوك المقادير كاملين اللي ذكرنا. الحليب تقريبا واحد الكيسان ما كيكونوش عامرين، كاس الا ربع في كل كاس، كاس الا ربع في كل كاس. وغنحتاج واحد 500 غرام ديال الدقيق، كنضيف له في الاخير واحد المعلقه ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه صغيره عامره. كنقسم داك الساشي على جوج، تقريبا 4 غرام. وكنحاول نجمع داك الدقيق ديالي بداك الخليط اللي خلطت كامل. ولا خصني شويه الدقيق كنزيدو، حيت هي كتكون شويه قاصحه ما تكونش خفيفه. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي لا. انا ضفت لها هنا واحد نص كاس ديال الدقيق باش تبقى قاصحه، هي العجينه ديالها كتكون شويه قاصحه. كندلكها غير واحد دقيقه تقريبا صافي، وكندوز نخدمها مباشره ديك الساعات. كنقسمها على 5، يمكن لكم تقسموها حتى على 6 ولا على 7 الا بغيتوهم شويه يكونوا صغار. انا كبرتهم شويه هنا. وكنحاول نطلق دوك اللي غولو اللي درت، كنطلقهم بهذه الطريقه هذه. وغادي نجيب ديك الماكينه ديال الشباكيه، هي فين غادي نكمل لها الطليق ديالها. وما كنطلقها هنايا في النمره 2 كما كتشوفوا. كنرش عليها شويه ديال الدقيق باش ما تلصقليش، وكنأكد دائما انها تكون شويه قاصحه ما تكونش خفيفه. كنطلقها بهذا الشكل هذا. ومن بعد ملي كتجيني طويله كنقسمها على جوج. ملي كنبغي نديرها في ديك القطاعه اللي كتخرجها لي خيوط، كنقسم كل واحد على جوج. انا هنا كبرتهم، ومن بعد كنقسم بحال دابا هنايا قسمته على جوج. غندير الطرف الاول ومن بعد ندير الطرف الثاني، وكتخرج ليا بهذا الشكل هذا بهذا الخيوط هكا. وكنحاول نقادهم، الا كان شي واحد قصير ولا شي حاجه كنحيدو، كان شي حاجه مقطعه كنحيدها زائده. وكندير لها بيدي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. الفيديو راه واضح قدامكم. كنحاول نجمع دوك الطريفات اللي صغار ولا كنحيدهم، كنقرصها في الوسط، وكنقطعها بالموس، وكنحيد دوك الزوائد اللي من الجناب. كنحاول نجمعهم عاوتاني ونديرهم في بلاصتيكه ونخليهم حتى نعاود نخدمهم. كنلويها اللويه الاولى على اليمين، وكنحاول نجمعها للوسط، وكنقرصها من الجناب. ودوك الجناب الا كانوا غلاظ ولا شي حاجه كتنقصوا منهم غير بالموس. راه ساهله دغيا كتوجد. كديروا واحد الكميه وكتخليوها حتى كتنشف تماما. الا خدمتوها الصباح خليوها حتى العشيه، عاد قليوها. خدمتوها في العشيه ولا شي حاجه خليوها تبات، غطيوها فوق الطبله وخليوها تبات حتى لغد لي، وعاد قليوها. من بعد كنقليها في الزيت اللي كتكون سخونه. ومن بعد كنقص عليها العافيه. ملي كنلوح بالشنيخه كنشوفها بدات كتطلع للفوق، كنقص شويه ديك العافيه كتكون متوسطه، وكنبقى ندور فيها حتى كتحمر وتاخذ ليا داك اللون الذهبي. ما كتخليوهاش تحمر بزاف، غير كتاخذ داك اللون الذهبي. وكنحاولوا نقطروها من الزيت، نحيدوها ونديروها في العسل اللي كتكون خفيفه، اللي سخنتها شويه. ما كتخليوهاش ثقيله باش ما يتهرسش، حيت هي غير خيوط تمشي تهرس. كنديرها خفيفه وجاريه، وكنخليها فيها واحد المده. كنقلي المقله الثانيه، وغادي نزيدها فوق منها ونخليهم في العسل، ونطفي على الزيت ونخلي حتى كتشرب شويه داك العسل. عاد كنحيدها، ومن بعد عاوتاني كنرجع نشعل على الزيت ديالي، وكنكمل الطياب ديالي حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. في الاخير كنضيف لها شويه ديال العسل اللي كتكون ثقيله من الفوق، وكنخليها حتى كتشربها تماما. عاد كنحيدها نستفها في السوبيرات. في كل طبقه كنفرق بالبلاستيكه، وكندردر عليهم شويه ديال الكاوكاو ولا شويه ديال اللوز من الفوق. زينوها باش ما بغيتو، كتجي معلكه. وما تنساونيش من اشتراك وتعليق وجيم وبارطاج. ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله.